المربع ده انا عايز اغير فيه. عايز اكنسل فكره الايس سكيتنج. عايز اعمل هنا شوبينج سنتر حوالي 20 محل ويبقوا كلهم براندات، ونخلي بقى الايس سكيتنج لفيس 2. فانا بفكر. رائد اشرف عايز يقابل حضرتك. خليه يتفضل. طب اتفضلوا انتوا يا جماعه دلوقتي، هنتقابل بعد ما اخلص الميتنج بتاعي. لا مؤاخذة يا سالم بيه، يعني أنا أتمنى إن ما كنتش عطلت سعادتك عن حاجة. لا، ما انت عطلتني خلاص يا اشرف بيه. انا ما بقابلش اي حد من غير ميعاد، ومع ذلك خير. ده أنا اللي جاي أقول لسعادتك خير. إيه يا باشا محاولة الخطف اللي كانت هتحصل دي؟ ابن سعادتك كان هيتخطف. ربنا ستر. واضح إن ربنا سترها مع سعادتك جامد أوي يا باشا. بس برضه يعني ده مش سبب يخليك ما تبلغش. أول مرة محاولة سرقة وما بلغتش، تاني مرة محاولة خطف وما بلغتش. إيه يا باشا؟ مش شايفها غريبة يعني؟ لا ابدا خالص. في يا باشا، هي في حاجة مخليك شايل من الداخلية ولا مؤاخذة؟ مشاكلي انا بعرف احلها. ربنا يكون في عونكم انتوا، كفايه اللي انتوا فيه. الو، ازيك يا راجل؟ انت فين؟ أنا في الغردقة. ما أنت عارفني أنا بحب المفاجآت. طيب نتقابل عندك كمان نص ساعة. طيب يلا سلام. اوكي، مع السلامه. بعد اذنك يا اشرف بيه، عندي ضيف لسه واصل وما اقدرش اتاخر عليه. واضح إنهم مقربين لسعادتك يا باشا. لا أصل سعادتك وفاة تتقابلوا، هو مش واخد ميعاد برضه. بقول لك ايه يا اشرف بيه، انا عندي نصيحه ليك. ركز انت بس في التفجيرات اللي بتحصل في البلد، ده هيبقى افيد لك وافيد لنا. أصل التليفونات اليومين دول ما بقتش مضمونة. ما بقاش في اي حاجه مضمونه في البلد اليومين دول. إيه؟ في إيه مالك؟ ما هو لما يبقى في حالتين تسمم لمراتي وبنتي، ويبقى في حاله لخطف ابني، لازم اسال مين اللي حاططني في دماغه بالشكل ده وليه؟ غريبة فعلا. الكلام ده حصل إمتى؟ تفتكر سعادتك ليله راس السنه لما ريهام تعبت وانا قلت انه كان بسبب الحمل، في نفس الوقت بسنت كمان جالها نفس الحاله، والدكتور قال لي ان الحالتين حاله تسمم. وامبارح كان في محاوله لخطف مراتي وابني. احساسي بيقول ان ورا الحالتين شخص واحد. هو ممكن يكون وراهم شخص واحد أو أكتر من واحد. كل الاحتمالات واردة. تفتكر سيادتك ان انا بقى مغضوب عليا؟ أنت معلكش أي قلق يا سالم، لأنك أنت طول عمرك في الديرة ومحدش يعرف حاجة عن شغلك. ولو عليك أي حاجة أنا ما كنتش جيت لك هنا النهاردة. جمال بيه، سليمان بيستلم الفلوس سيادتك يا فندم. طب اسبقوني انتوا واستنوني في العربية. مش سيادتك يا فندم. لو ركزت في الحالتين اللي انت قلتهم لي يا سالم، هتلاقي ان في الحالة الأولانية مراتك وبنتك، وفي الحالة التانية مراتك وابنك. يعني المقصود هنا أهل بيتك، مش انت يعني بشكل شخصي. كل طاقم الحراسه اللي كان موجود على البيتش وقت الحادثه يترفد، وتكلم الشركه اللي متعاقدين معاها يجيبوا لنا كاميرات جديده. عايز كل خرم على البيتش فيه كاميرا. أوامر سعادتك نمشيهم كلهم. الناس دي حاجه من الاتنين، يا اما ارتاحت وشبعت، يا اما في حد اشتراهم، وفي الحالتين ما بقوش ينفعوني. مظبوط سعادتك. وانت كمان معرض لنفس المصير اذا حصلت حادثه تانية. واوعى تفتكر ان العشره الطويله اللي بينا ولا اللي انت تعرفه عني بيدي لك حصانه من اي نوع. انا سكت اول مره لان اعتبرت اللي حصل ليله راس السنه حادثه عارضه، انما حادثه البيتش دي نورت لمبه حمراء في دماغي ناحيتك، وانا بنورها لك عشان تاخد بالك. انا مش هستنى عليك لغايه لما رصيلك يقرب على النفاس. مش هنوصل للمرحلة دي سعادتك. الأيام مش الكلام هيثبتوا لسعادتك إن سليمان هو الراجل اللي ممكن تطمن له. المشكلة يا حاوي إن المكافأة اللي واخدينها يا دوب تكفي كام شهر، والاتنين عندهم عيال وعندهم التزامات. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما أنا عشان كده أول ما جم يسلموا عليا رحت مكلمك على طول. صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. كم معلقة سكر؟ 7 يا حاوي. ها؟ 7 يا سيد، 7. ما تشرب من دي أسهل. صلي على النبي كمان مرة. عليه الصلاة والسلام. طبعا أنت عارف إن أخوك اتاخد من الدار للنار، من سكيورتي على البيتش الحارس خاص بيتعلم ضرب النار وبتطلع له رخصة سلاح في لمح البصر. لا وإيه؟
المطلوب مني احمي مرات الراجل الكبير وابنه، يعني الغلطه بفوره يا معلم. تمام. هو ايه اللي تمام؟ ركز معايا الله لا يسيئك. انا شغلانه الحارس الخاص دي يا ارنولد ما اعرفش عنها اي حاجه حبيبي. بلح بلح يا معلم، واديك شايف ناس متدربه عليها ولقمه عيشها وطرف غمضه عين. للاسف يا سيد. لا اله الا الله، انت هتعيط يا ابني. ركز معايا، بوس ايدك والنبي يا ارنولد، عايزك تكرم اخوك اخر كرم. اشرح لي كل حاجه عن المهنه دي، كل تفصيله صغيره وكبيره هتفرق معايا. انا كمان لازم احمي اكل عيش. ابوس ايدك، انا في عيله في رقبتي. طب صلي على النبي يا سيد. عليه الصلاه والسلام. انا بعون الله يا سيد مستعد اخليك استاذ في ساعتين زمن. الله اكبر، اهو ده الكلام يا باشا. ايوه كده، كانك مولود جرد ابن جرد يا سيد. الله اكبر، اهو بقى خش. الله عليك يا سيد. بس الاول نشرب الشاي وبعدين ناكل لنا لقمه يا سيد، عشان انا على لحم بطني من الصبح، وانت عارف يا سيد اخوك لما بيجوع ما بيعرفش يركز يا سيد. يا سيد انا على لحم بطني يا سيد. يا سيد انا خلصت الورديه وجيت عليك على طول يا سيد. يا سيد ارحمنا يا سيد، خلي عندك رحمه يا سيد. يا ابني اتكلمت على كبر، انت ما اتكلمتش وانت صغير. اشرب. حاضر يا سيد. هو دلع ليه؟ عشان مش دي كوبايتك. امال فين كوبايتي؟ هي دي. بالك اطول ماسوره مجاري في اي عماره ما كانتش تاخد من العبد لله اكتر من دقيقتين 3 بالكتير في طلوعها. يا سلام. والله. ولا تقول لي الراجل العنكبوت ده اللي هو، ما انت عارف الراجل العنكبوت؟ لا. مش عارفه؟ لا. اللي هو بتاع المخرج الامريكاني ده اللي بيطلع خيط من ايده ده وبتنطط لي من عماره لعماره عامل زي البورصه ده. عرفته. تصدق بالله متولي؟ لا اله الا الله. مخرج امريكاني ده لو كان طلع عليا وعرفني ما كان عبر الراجل العنكبوت ده بتلات ابيض. والله يا سلام يا اخي، يا سلام. انا بالرغم من العمر ده كله اه ماليش ولا سابقه في الداخليه. الله، امال انت جيت هنا ازاي؟ عربيه مسروقه ورا مضروب. الله، انت مش كنت بتقول انك هتجنب ريمو؟ ايه اللي خلاك تغير النشاط؟ الكلام ده من 25 سنه فاتت يا متولي. يعني بصراحه كده يعني العظمه كبرت وكبرت شويه وتقلت، ما اقدرش اعمل حركات العنكباته دي. ايوه بس بشتغل كوتش. يعني بدرب لمؤاخذه في الكلمه الهجامين اللي هم الصغيرين دول هم، وتكتك لهم ياخدوا المسروقات يتصرفوا فيها. انا ليا نسبه بقى، بس زي اي حاجه في مصر يا متولي مفيش فايده. الواد من دول بعد ما يتدرب يبقى فله 100 خلاص يديني الكتف ويخلع. انا راجل مسؤول، عندي بيت وعندي مسؤوليه وعندي مصاريف ومؤاخذه في الكلمه ما اقدرش عليها. لازم اغير النشاط بتاعي ده، بدل ما في البيت يغيروا دمي بقى، وخصوصا زبده. مين زبده دي؟ معصور برضه. شوف يا متولي، انا مش هقول لك حاجه على زبده دي اكتر. حتى بتتا حتى بتتو حتى بتتو يلا والله. متولي الحمد لله شبعت. مساء الفل على برنس السوبر جيت. يا اهلا وسهلا. السواق اللي طالع الفجر ان شاء الله. ايوه. وتوصل قماص الساعه كام يا باشا؟ 9. بالسلامه ان شاء الله. واسمك كريم؟ عوني. عشت الاسامي. اخوك سيد ابو الليف. قصدك في خدمه انسانيه استعاوني. لا ما تفهمنيش غلط، لا دول 3000 جنيه عدهم لو عايز. والساعه 9 بالثانيه هتقابلك واحده اسمها ورده، هديها اسمك ورقم الاتوبيس. بس الله يخليك اوعى تديها الفلوس غير لما تشوف بطاقتها الاول. اديك عارف الناس اليومين دول. موبايلك بقى عشان اديهولها تتابعك في الطريق. بقول لك ايه، انت شكلك سمح وابن حلال وعرفت كل حاجه. السلام عليكم. يا عم انت سيد ابو الليف اؤمر. عمال تقول لي الناس في شده وظروف الناس وولاد الحلال وولاد الحرام. طب انا فين؟ انت ما تعرفش الثواب اللي هتاخده، ده الناس اللي رايحه لها الفلوس. يا عم كرهتني في ام الناس. اب بقى بالتلاتينية وخلصني. يا نهار اسود، بقى بتضحي بثواب عشان 30 جنيه؟ اموت واعرف تنكت الغردقه وصلت لك ازاي. خد ادي ال 30 جنيه وهات رقمك بقى يا برنس التناكه. بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير. قدامك 10 دقايق تلبس وتجهز وتبقى في الجنيه بسلاحك عشان عندك مأمورية مع المدام في مصر. الساعة كام يا باشا؟ مفيش وقت، طيارتكم 8:30. ما تنساش تاخد رخصة السلاح معاك. حاضر يا باشا. سيد. ايوه يا باشا.
صباح الخير يا فندم. وانت بتستقبل الهدف اللي بتحميه وبتفتح له باب العربيه يا سيد، عينك ما تبقاش عليه، عينك بتبقى على الناس اللي ممكن يكونوا في المكان في لحظه ركوب الهدف. اطلع. وانت في العربيه بتطمن على الهدف بطرف عينيك في المرايه، عينك التانية على الطريق يمينك وشمالك ووراك، عشان لو في عربيه رصداك او بتراقبك تلحق تتصرف. بعد ما تنزل بالعربيه وقبل ما تفتح له باب العربيه، عينك بتمسح المكان اللي هتنزل فيه مسح سريع. وبرضه وانت بتفتح الباب للهدف تخلي جسمك قدامه من الناحيه اللي ممكن حد يحاول يصطاده منها. لو في سفريه بالطياره يا سيد، في المطار هتسلم المسدس والرخصه بشكل عادي جدا يا سيد. هما بيسلموها للطيار، واول ما هتوصل مصر بالسلامه هيسلموها لك تاني على طول. عايز حاجة تانية قبل ما اخرج؟ خلي بالك على نفسك. خليها على الله. قولي، كلمت المحامي؟ طلبته بس مش هينفع اقابلك الصبح كده، بيبقى عنده جلسات في المحكمه. مفيش مشاكل، اخرج دلوقتي اجيب الفلوس وارجع بعد الظهر اقابله. النبي اختك دي مش مكسوفه من نفسها، يبقى راجلها في دقيقه كده وعامله ودن من 200 ودن من عجين، واختها اللي مالهاش علاقه بالموضوع رايحه جايه كده. يلا، كل واحد عاجبه عقله. يا دوبك الحق اروح وارجع قبل ما تصحى. سلام. سلام. على فين يا هند؟ مصر الجديدة، شارع عمر بن الخطاب. سوري اتأخرت عليكي. ميرسي بجد، مش عارف اقول لك ايه. تصدقي اول مرة انام بجد احط دماغي على المخدة ما احسش بحاجة. كنتش بعرف انام من ساعة ما جيت مصر. أنا مش جاية عشان تشكرني، أنا جاية عايزة أعرف هنتحرك إمتى. استعجال تاني استعجال. هستنى لحد إيه؟ يا باسم أنا بابا مد إيده عليا. عايز تستنى لغاية ما الهانم ومن المحروس تطردني من البيت؟ ما المحلول اللي بعتولي ده كان خلصنا من كل حاجة، لولا استعجال حضرتك وانك زودتي الجرعة بوظتي كل الموضوع. الجرعة اللي بعتها لك خلصنا منهم بالراحة واحدة واحدة وبشكل أضمن. خلاص يا باسم، اعمل محلول تاني خلصنا منهم هما الاتنين، والمرة دي أوعدك هنفذ كل كلمة تقولها بالملي. ما ينفعش كده، هتبقى مكشوفة قوي، يبان ان في حد من جوه الفيلا هو اللي بيعمل كده، وده في خطر عليك. يوه يا باسم، أنا ما عنديش طولة البال اللي عندك دي. طب ما تيجي نعمل اللي فشل فيه الناس اللي حاولوا يخطفوا البيبي. هما كانوا عايزين يخطفوه ويطلبوا فدية ويرجعوه. احنا ممكن نخطفه ونطلب الفدية وما نرجعهوش. يا سلام، مالك بتتكلمي على الخطف ده كأنه حاجة سهلة قوي كده، وان الناس رايحين يخطف ابنهم دولت مستنيين عشان يخطف ابنهم يعني. انت مش قايله ان الست دي ماشيه بادي جارد من ساعة الحادثة، وان البادي جارد ده كمان شاطر في ضرب النار؟ لازم نهدى ونتكتك كده ونعرف ازاي ندوم الراجل ده. بسيطة، نشتريه. برضه ما ينفعش، ولما يكشفنا قدام عمي نروح انا وانت في 60 داهيه ويطلعوا بطل الابطال، نعمل احنا ايه ساعتها بقى؟ خليني احاول يا باسم، خليني احاول، ولو حسيت ان هو ممكن يجي منه ده هيساعدنا في حاجات كتير. الساعة بقت 10 والسواق ميعاده الساعة 9 وتليفونه مقفول. ما عندكوش طريقة الله يخليك نوصل له بيها؟ ما تقلقيش يا انسه، ان شاء الله مش هيتاخر اكتر من كده. انا من شويه اتصلت بيهم وكانوا داخلين على مصر الجديده. تقدري حضرتك تستنيهم في الكافتيريا. لا على ايه، اديني مستنية. يا انسه، اتوبيس نص عوني واصل اهو. كتر خيرك. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتأخرت كده ليه يا اسطى عوني؟ ايوه هنا يا اسطى. وردة طيار يا سلام التاني يا لهوي يا سلام الكلب يا سلام الكلب يا سلام الكلب يا سلام الكلب.
مساء الخير. مساء النور. في حجز باسم مدام سالم الجرحي. فعلا يا فندم في حجز، بس هتستريحي دقايق بس لحد الكشف اللي جوه ما يخرج. اوكي ميرسي. مين بره؟ فين ماما؟ معرفش، بس انا دهت عليها من شويه ما ردتش. معاك رصيد؟ معايا يا سيدي، امسك. شكرا. ده ايه يا ابن العمار اللي انت فيه ده؟ مالك يا طارق، في ايه؟ الحقني يا سيد، وردة زناتي خطفها في توك توك من شوية في الشارع. انت بتقول ايه يا ابن انت؟ عشان شفتهم بعينيا، وكمان جريت وراهم ما لحقتهمش، وهي كانت بتصوت جامد والناس سابوها، وإصابة تعبان ومش عارف أعمل إيه. ما تعملش حاجه، اوعى تعمل حاجه، مسافه السكه هكون عندك. ما تجيبش لي اسامه طارق. بعد اذنك يا هاني، في إيه؟ مساله حياه وموت، ما فيش وقت حتى احكي لك، اهلي في خطر ولازم امشي حالا. خلاص امشي. ولو الباشا سال ما تقلقش، امشي انت. ممكن موبايل ساعتك؟ عشان نعرف نتابع بس مع سعادتك. مع السلامه. مع السلامه. انت متأكد يا واد من اللي انت بتقوله؟ بقول لك شفتهم بعينيا بعينيا. استرها يا رب، استرها يا رب بالفضايح يا رب. مشغول في ايه بس يا دوكش؟ انت متأكد يا واد انك شفتهم بعينيك؟ بقول لك شفتهم. طب اخرج بره عشان اغير. هتلبسني لو عملت فيها حاجة يا سنات. سيب المفتاح واقفل الباب وراه. يلا بقى ما تعصلجيش. بقول لك ايه، انا هشيل ايدك، بس لو فتحتي بقك ولا عليتي صوتك هشوقك نصين، فاهمه؟ انت عايز مني ايه؟ اول هام نقفل المدعو ده عشان ما حدش يزعجنا. تاني هام قبل ما اقول لك عايز ايه اخد الحبايه دي عشان اعرف اقوم بالواجب. تالت هام بقى وهو ده المهم، معانا الوقت كله نقعد ناخد وندي مع بعض لحد الحبايه ما تلعب لعبتها القذره. واقفه ليه يا عروسه؟ ما تقعدي. اقعد فين؟ انا مش هقعد ومش هفضل هنا يا زناتي، واعمل حسابك لو رجعت البيت عرفوا اللي عملته ده مش هتعدي على خير. رجاله البيت. بقول لك ايه، اولا خطف ومعترف، ثانيا سرقه بالاكراه بالمره. سيبي. افتح يا سمسم. يا حرامي هات الشنطه. الله، ده يوم باين عليه حلو من اوله. ايه الخيارات دي كلها؟ دي باين عليها تحلو وهتزازة. انت فاكرني اسكت لك؟ هات الفلوس دي، هات الفلوس دي يا زناتي. بقول لك ايه بس بقى. انا جايه عايزه اعرف هنتحرك امتى. استعجال تاني استعجال. هستنى لحد ايه يا باسم؟ انا بابا مد ايده عليا. عايز تستنى لغايه ما الهنا من المحروس تطردني من البيت؟ ما المحلول اللي بعتولي ده كان خلصنا من كل حاجه، لولا استعجال حضرتك وانك زودت الجرعه بوظت كل الموضوع. الجرعه اللي بعتها لك كانت خلصنا منهم بالراحه واحده واحده وبشكل اضمن. خلاص يا باسم، اعمل محلول تاني خلصنا منهم هما الاثنين، والمره دي اوعدك هنفذ كل كلمه تقولها بالملي. ما ينفعش كده، هتبقى مكشوفه قوي، يبان ان في حد من جوه الفيلا هو اللي بيعمل كده، وده في خطر عليك. يوه يا باسم، انا ما عنديش طولة البال اللي عندك دي. طب ما تيجي نعمل اللي فشل فيه الناس اللي حاولوا يخطفوا البيبي. هم كانوا عايزين يخطفوه ويطلبوا فدية ويرجعوه. احنا ممكن نخطفه ونطلب الفدية وما نرجعهوش. يا سلام، مالك بتتكلمي على الخطف ده كانه حاجه سهله قوي كده، وان الناس رايحين يخطفوا ابنهم دولت مستنيين عشان يخطفوا ابنهم يعني. انت مش قايله ان الست دي ماشيه بادي جارد من ساعه الحادثه، وان البادي جارد ده كمان شاطر في ضرب النار؟ لازم نهدى ونتكتك كده ونعرف ازاي نضم الراجل ده. بسيطة، نشتريه. برضه ما ينفعش، ولما يكشفنا قدام عمي نروح انا وانت في 60 داهيه ويطلع هو بطل الابطال، نعمل احنا ايه ساعتها بقى؟ خليني احاول يا باسم، خليني احاول، ولو حسيت ان هو ممكن يجي منه ده هيساعدنا في حاجات كتير. الساعة بقت 10 وي، والسواق ميعاده الساعة 9 وتليفونه مقفول. ما عندكوش طريقة الله يخليك نوصل له بيها؟ ما تقلقيش يا انسه، ان شاء الله مش هيتاخر اكتر من كده. انا من شويه اتصلت بيهم وكانوا داخلين على مصر الجديده. تقدري حضرتك تستنوه في الكافتيريا. لا على ايه، اديني مستنية.
يا نسا اتوبيس نص عوني واصل اهو. كتر خيرك. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتأخرت كده ليه يا اسطى عوني؟ ايوه هنا يا اسطى. وردة طيار يا سلام التاني يا لهوي يا سلام الكلب يا سلام الكلب يا سلام الكلب يا سلام الكلب. مساء الخير. مساء النور. في حجز باسم مدام سالم الجرحي. فعلا يا فندم في حجز، بس هتستريحي دقايق بس لحد الكشف اللي جوه ما يخرج. اوكي ميرسي. مين بره؟ فين ماما؟ معرفش بس ندهت عليها من شويه ما ردتش. معاك رصيد؟ معايا يا سيدي امسك. شكرا. ده ايه يا ابن العمار اللي انت فيه ده؟ مالك يا طارق في ايه؟ الحقني يا سيد، وردة زناتي خطفها في توك توك من شوية في الشارع. انت بتقول ايه يا ابني انت؟ عشان شفتهم بعينيا، وكمان جريت وراهم ما لحقتهمش، وهي كانت بتصوت جامد والناس سابوها، وأصابة تعبان ومش عارف أعمل إيه. ما تعملش حاجه، اوعى تعمل حاجه، مسافه السكه هكون عندك، بجيب سيره اسامه طارق. بعد اذنك يا هند، في إيه؟ مساله حياه وموت، مفيش وقت حتى احكي لك، اهلي في خطر ولازم امشي حالا. خلاص امشي. ولو الباشا سال ما تقلقش، امشي انت. ممكن موبايل ساعتك؟ عشان اعرف اتابع بس مع سعادتك. مع السلامه. مع السلامة. انت متأكد يا واد من اللي انت بتقوله؟ بقول لك شفتهم بعينيا بعينيا. استرها يا رب، استرها يا رب بالفضايح يا رب. مشغول في ايه بس يا دوكش؟ انت متأكد يا واد انك شفتهم بعينيك؟ بقول لك شفتهم. طب اخرج بره عشان اغير. هتلك بسناني لو عملت فيها حاجة يا سنات. سيب المفتاح واقفل الباب وراه. يلا بقى ما تعصلجيش. بقول لك ايه، انا هشيل ايدي، بس لو فتحتي بقك ولا عليتي صوتك هشوقك نصين، فاهمه؟ انت عايز مني ايه؟ اول هام نقفل المدعو ده عشان ما حدش يزعجنا. تاني هام قبل ما اقول لك عايز ايه اخد الحبايه دي عشان اعرف اقوم بالواجب. تالت هام بقى وهو ده المهم، معانا الوقت كله نقعد ناخد وندي مع بعض لحد الحبايه ما تلعب لعبتها القذره. واقفه ليه يا عروسه؟ ما تقعدي. اقعد فين؟ انا مش هقعد ومش هفضل هنا يا زناتي، واعمل حسابك لو رجعتش البيت عرفوا اللي عملته ده مش هتعدي على خير. رجاله البيت بقول لك ايه، اولا خطف ومحترف، ثانيا سرقه بالاكراه بالمره. سيبي افتح يا سمسم. يا حرامي هات الشنطه. الله، ده يوم باين عليه حلو من اوله. ايه الخيارات دي كلها؟ دي باين عليها تحلو وهتزازة. انت فاكرني اسكت لك؟ هات الفلوس دي، هات الفلوس دي يا زناتي. بقول لك ايه بس بقى. انت جيت يا دوكش؟ قافل موبايله بس انا عارف طريقه. كده اطلع يا طارق، اقعد في البيت وما تنزلش، انا مش ناقصه مصايب. اطلع يا حبيبي، يا رب استرها معانا، احنا ما فيناش الا لسان يا رب. اطلع يا طارق. طارق سيد امك فين؟ ماشي مع عم الدكش دلوقتي. ما قالتلكش رايحه فين؟ لا بس انا سمعته بيقول لها ان هو عارف طريق زناتي.
اسامه خد خبر؟ لا. طب تعالى معايا. يا حيوان! خلي فرحانه بقى! يا زلمتي يا حيوان! وحياة امك ما هسيبك النهارده ومش هتطلعي بشرف من الاوضه دي. يا زلمتي كلب! تعالي. وانا يبقى معايا نمره زبيده ليه؟ وبعدين انت ليه مش عايز تقول لي انت ايه اللي جابك فجاه كده؟ ها؟ لا مفيش يا اخي، بس انا كنت في مأمورية شغل هنا جنبكم كده، قلت اجي اطل عليكم. الله، طب ولما انت عارف ان انت جاي يا سيد ما جبتش معاك فلوس المحامي ليه؟ بدل ما شحطتنا ورده على الصبح كده. نصيبها بقى، ربنا يستر. في ايه يا سيد؟ انت فيك حاجه مش مظبوطه. في ايه ما تقول لي؟ خير ان شاء الله خير. اهدي يا حبيبتي، انت بخير بخير ان شاء الله، وطالما انت بخير فداكي مليون كلب زي ده. خدها وانزلي، خدي توك توك ولا تاكسي من على اول الشارع وانا هخلص الحكايه دي واحصلكم. متخشبه ليه؟ اتحركوا. لا مش متخشبه ولا حاجه، يلا بينا. قادره تقومي؟ قادره تقومي؟ يلا يلا. كلب كلب على مهلك. تعالي تعالي. لحقني بموت. حد يخطف واحده في عز الظهر يا غبي؟ مش انت اللي قلت لي علم عليها؟ قلت لك علم عليها مش تودينا في داهيه. مش قادر استحمل الوجع. مش قادر استحمل. مش قادر، الوجع هيموتني. ارتاح ارتاح، انا هريحك. انا هريحك وهريح روحي معاك. ايه ده؟ دي وردة ماما يا سيد. الحمد لله على سلامتك يا ورده. انت كويسه؟ الحمد لله. في ايه يا سيد؟ مفيش حاجه يا اسامه، انت ايه بس اللي قومك؟ مالك يا ورده، في ايه؟ ورده زي الفل، ورده ست البنات. انت هتقوم من البيت ولا ايه؟ تعالي يا اختي عشان ترتاحي. هو في ايه يا سيد؟ خش ارتاح يا اسامه، مفيش حاجه. زناتي فين؟ سيبناه سايح في دمه. ايه؟ هو اللي هجم عليا. يعني يتهجم عليها وتسيبه؟ الاقيه فين؟ في بيته. إلهي يولع هو وبيته. رايح فين يا سيد؟ راح اجيب بقيه حقنا من ابن الكلب ده يا ورده. انا جاي معاك يا سيد. الموضوع مش مستاهل يا أسي، انا مسافه السكه وارجع لك. خلي فرحانه بقى! يا زلمتي يا حيوان! وحياة امك ما هسيبك النهارده ومش هتطلعي بشرف من الاوضه دي. يا زلمتي كلب! تعالي. وانا يبقى معايا نمره زبيده ليه؟ وبعدين انت ليه مش عايز تقول لي انت ايه اللي جابك فجاه كده؟ ها؟ لا مفيش يا اخي، بس انا كنت في مأمورية شغل هنا جنبكم كده، قلت اجي اطل عليكم. الله، طب ولما انت عارف ان انت جاي يا سيد ما جبتش معاك فلوس المحامي ليه؟ بدل ما شحطتنا ورده على الصبح كده. نصيبها بقى، ربنا يستر. في ايه يا سيد؟ انت فيك حاجه مش مظبوطه. في ايه ما تقول لي؟ خير ان شاء الله خير. اهدي يا حبيبتي، انت بخير بخير ان شاء الله، وطالما انت بخير فداكي مليون كلب زي ده. خدها وانزلي، خدي توك توك ولا تاكسي من على اول الشارع وانا هخلص الحكايه دي واحصلكم. متخشبه ليه؟ اتحركوا.
لا مش متخشبه ولا حاجه، يلا بينا. قادره تومي؟ قادره تومي؟ يلا يلا. كلب كلب. على مهلك، تعالي تعالي. لحقني بموت. حد يخطف واحدة في عز الظهر يا غبي؟ مش انت اللي قلت لي علم عليها؟ قلت لك علم عليها مش تودينا في داهية. مش قادر استحمل الوجع. مش قادر استحمل. مش قادر، الوجع هيموتني. ارتاح ارتاح، انا هريحك. انا هريحك وهريح روحي معاك. ايه ده؟ دي وردة ماما يا سيد. الحمد لله على سلامتك يا وردة. انت كويسة؟ الحمد لله. في ايه يا سيد؟ مفيش حاجة يا أسامة، انت ايه بس اللي قومك؟ مالك يا ورده، في ايه؟ ورده زي الفل، ورده ست البنات. انت هتقوم من البيت ولا ايه؟ تعالي يا اختي عشان ترتاحي. هو في ايه يا سيد؟ خش ارتاح يا أسامة، مفيش حاجة. زناتي فين؟ سيبناه سايح في دمه. ايه؟ هو اللي هجم عليا. يعني يتهجم عليها وتسيبه؟ الاقيه فين؟ في بيته، إلهي يولع هو وبيته. رايح فين يا سيد؟ راح اجيب بقية حقنا من ابن الكلب ده يا وردة. انا جاي معاك يا سيد. الموضوع مش مستاهل يا أسي، انا مسافة السكة وارجع لك.